السلام عليكم. اليوم غنحضر معكم معسلة أخرى بطريقة اقتصادية. غادي نوجد معكم ورق الفيلو في البيت، وكذلك بالنسبة للعقدة غادي نديروها اقتصادية كما قلت لكم، غنديروها غير بالكاوكاو، كتجي بنينة بزاف. طريقة الاحتفاظ غتلقاوها في آخر الفيديو. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو 550 غرام ديال الدقيق الأبيض اللي كيكون مغربل. الكمية بكأس العنبة هي 5 ديال الكؤوس عنبة كيكونوا عامرين مزيان. كندير معاهم نص معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال زيت المائده، ومعلقه كبيره ديال العسل. بالنسبه للعسل ممكن تعوضوه بالسكر، يعني ممكن في عوض معلقه العسل ديروا معلقه ديال السكر. كنديروا المكونات ديالنا هكا مع الدقيق. من بعد غادي نجمعوهم بجوج كؤوس عنبه ديال الماء اللي هي 300 غرام ديال الماء او 300 ملل ديال الماء. الماء كيكون عادي يعني بالحراره ديال المطبخ. العجينه خصها تكون قاصحه، ما كنرطبوهاش، خص العجينه تكون قاصحه. غادي نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. من بعد غادي نوريكم باقي المراحل. هنا كما شفتوا معايا انا وريتكم درت الكميه ديال الماء كلها. من بعد ما غادي تجمع عندي العجينه غادي نقسمها لقطع. هنا انا غادي نقسم العجينه ل 12 قطعه، ممكن ديروا 14 قطعه، ممكن ديروا 16 على حسب نتوما قداش بغيتوا الحجم ديال الورقه ديال الفيلو تجيكم. هاد العجينه اللي كنوجد معكم غادي نخدموا بها ورق الفيلو. الا كملتوا معايا المراحل غتفهموا اكثر. هنا انا كما قلت لكم كنقطعها ل 12 قطعه. الا بغيتوا يعني الورقه ديالكم تجيكم صغيره غادي ديروا قطع اكثر، يعني غديروا 16 قطعه او غادي ديروا 14 قطعه. من بعد ما كنقطعهم هنايا ما كنكورهمش، كنخليهم كما هما. الا بانت لي قطعه اكبر من الثانيه كنقصها، وهنايا غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. اقل مده غادي ترتاح عندنا العجينه هي نصف ساعه، يعني ممكن تخلوها اكثر ولكن قل من نص ساعه لا. هنا من بعد كناخذ كاوكاو، عندي نص كيلو ديال كاوكاو او الفول السوداني. كما غيبان لكم انا عندي هنايا كاوكاو الكبير والصغير. كما كتعرفوا الصغير كيكون حلو، هادشي علاش خلطت بيناتهم بجوج. هنايا غادي تحمروا كاوكاو ديالكم في الفران او ممكن تقليوه في الزيت، يعني اللي بغيتو. ممكن تحمروه في الفران كما درت معكم في الحشوه ديال البقلاوه اللي كنت خدمت معكم العام الفايت، او ممكن تقليوه هكا في الزيت. وصراحه الا قليتوه في الزيت كيجي بنين اكثر. بالنسبه للوصفه ديال البقلاوه بكاوكاو محمر في الفران غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، وكذلك غيبان لكم الفيديو ديالها دابا في الشاشه، غيبان لكم في الفوق. بالنسبه للكاوكاو من بعد ما قليتو كنبدا نطحنوه هو سخون. عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو ودرت معاه نص ربعه ديال السكر. بالنسبه لكميه السكر ممكن تنقصوا او ممكن تزيدوا على حسب الذوق. من بعد ما غادي تطحنوا كاوكاو ذوقوه، بان لكم بان الحلاوه ناقصه زيدوا شويه، وديروا بحساب انكم هاد الحلوه هذه غادي ديروها في العسل. هنايا كنبدا نطحن كاوكاو كما شفتوا معايا، كل شويه كنحل وكنبقى نهبط هذوك الجناب اللي كيطلعوا. كنستمر بديك الطريقه حتى كيولي كاوكاو عندي طرق الزيت، وكيولي يعني كيبان لكم بحال بخاليني ولا بحال املو بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. طحنت السكر وكاوكاو حتى كملت الكميه كلها اللي عندي بهذا الشكل اللي شفتوا معايا. من بعد غادي نضيف عليهم رشه ديال الملحه، غادي نضيف معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف معاهم 2 معالق ديال الزبده اللي هي 50 غرام ديال الزبده. من الافضل انكم تخدموا بزبده حيوانيه. هنايا كنبدا نخدم المكونات ديالي بهذا الشكل حتى كينسجموا مع بعضياتهم. عاد من بعد كنزيد عليهم 4 كاس ديال الماء الزهر. انا غنعبر لكم الماء الزهر بالمعلقه، تقريبا 4 ديال المعالق كبار ونص. كنزيد الماء الزهر بهذه الطريقه شويه بشويه، وكنخدم العقده ديالي بهذا الشكل. من بعد ما كنوجد العقده كنجمعها في بلاستيكه او كندير لها الفيلم اليمونتير، كنخلوها في الثلاجه حتى اليوم الثاني. ممكن تخدموا بها في نفس النهار. غير هنايا الا بغيتو تسهلوا عليكم الخدمه ممكن تخدموا العجينه ديالكم تغطيوها بالفيلم حتى هي مزيان، تخليوها في الثلاجه حتى اليوم الثاني. وكذلك العقده ممكن توجدوها وتخلوها في الثلاجه يومين ولا 3 ايام. العجينه حتى هي ممكن تخلوها يومين ولا 3 ايام في الثلاجه. عاد من بعد كتكملوا المراحل ديالها. يعني غير العجينه فاش كتوجدوها وكتقطعوها هكاك القطع ممكن تحتفظوا بها في الثلاجه كما قلت لكم مده يومين. وكذلك العقده ممكن تخليوها في الثلاجه حتى تسالي وتكملوا الحلوه ديالكم. هنايا من بعد ما ارتحت عندي العجينه غادي ناخذ علبه ديال النشا.
بالنسبه للكميه ديال النشا اللي غنحتاجو في هذه الوصفه، النشا او المايزينا كما معروف عندنا، غنحتاجو تقريبا 150 غرام. يعني العلبه كلها غادي يبقى لينا منها واحد شويه. الكميه اللي غنحتاجو بالضبط هي غتكون 150 غرام ديال النشا او المايزينا. انا كما شفتوا معايا كناخذ قطعه ديال العجينه، كنسرحها يعني كنرشها بالنشا مزيان، عاد من بعد كنسرحها. من بعد ما سرحتها هنا كنحطها في فوق الطبسيل، وكنعاود نغطيها بالنشا مزيان. يعني كل وحده غادي ناخدها غادي نسرحها بنفس الطريقه، غادي نعمرها بالنشا ونحطها فوق الثانيه. هنايا عندي 12 قطعه، انا غادي ندير 6 ب6، يعني ما غاديش ندير الكميه كلها فوق بعضياتها. غادي نخدم 6 الاولين نخليهم بوحدهم، عاد من بعد غادي نخدم 6 الثانيين. هنايا في هذه المرحله ما كنسرحش العجينه بزاف، كنسرحها غير شويه. من بعد ما ساليت المجموعه الاولى، هنايا غنبدا ندير المجموعه الثانيه اللي غيكونوا فيها 6 ديال القطع. كنديروا نفس الطريقه، كناخذ قطعه من العجين اللي كنعمرها بالنشا وكنسرحها بهذا الشكل هذا. كل وحده كتسرحوها كتعمروا الوجه ديالها بالنشا، عاد كتحطوا فوق منها القطعه الثانيه. هنا من بعد ما كملت القطع ديالي كلهم غادي نحيد النشا من سطح العمل بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. هنا راه عندي جوج ديال المجموعات كما قلت لكم، كل مجموعه فيها 6 ديال القطع. هنا كنعاود ندير لهم النشا. ملي كتخلوهم كيرتاحوا شويه كيبان لكم بانهم راه بداو يعني بدا داك النشا كيمشي منهم. كنعاود ناخذ كل قطعه او كل ورقه كنعاود ندهنها بالنشا بهذا الشكل. كما كيبان لكم في الفيديو راه غير كندهن العجينه، يعني كنرش واحد الكميه ديال النشا. واخا كتبان لكم انني حطيت كميه كثيره، ولكن راه من بعد كنهبطها من الجناب. يعني غير كنرش الكميه كثيره، كنمسح هكا فوق العجينه مزيان صافي. عاد كنحط القطعه الثانيه وكنعاود كذلك ندير كميه من النشا صافي. من بعد ما كنسالي المجموعه الاولى كندير نفس الطريقه مع المجموعه الثانيه، وغادي نبقاو هكا حتى نكمل معكم كاع المراحل. هنا من بعد ما كنسالي غادي نحيد كاع هذاك الزائد ديال النشا اللي كيبقى. هنايا غنبدا بالمجموعه الاولى. الا بغيتو تسرحوا العجينه ديالكم غتسرحوها في الاول غير بالضغط، يعني كتبقاو تضغطوا عليها هكا بيديكم. هنايا كتشكلوا العجينه كما بغيتو. انا هنايا بغيت نديرها على شكل مستطيل، ممكن ديروها على شكل دائري الا بغيتو. انا هنايا بغيت نديرها على شكل مستطيل. كما شفتوا معايا كنضغط من الوسط وكنبقى غاديه للجناب. كنسرح هكا شويه بيدي باش كنعطيها الشكل اللي بغيت، عاد من بعد غادي نكمل بالدلاك. كنسرح العجينه، كنحاول انني ما نرقهاش بزاف. الا رققتوها بزاف راه كتقطع، يعني حاولوا انكم ترققوها ولكن ماشي بزاف باش ما تجيكم صعيبه في الخدمه. هنايا من بعد ما غادي نرقها غادي نهز العجينه وغنبدا نسوسها. يعني غنبدا نسوسها حتى كنحيد منها كامل داك الفائض ديال النشا اللي كيكون فيها. بالنسبه لهاد العجينه راه كتجي زوينه، هي نفسها تماما بحال ورق الفيلو، يعني كتجيكم بحال ورق الفيلو. ممكن تخدموا بها المعسلات ديالكم، ممكن تخدموا بها كذلك الملح، ممكن ديروا بها سيجار او بسيطلات صغيورين. كتجي زوينه بزاف، كتجي رقيقه كما قلت لكم. هنا من بعد ما كنحيد منها الفائض ديال النشا غادي ناخذ كل ورقه وغادي نطويها ونخليوهم جانبا. هنا انا كنوريكم الورقه كيفاش كتكون. راه كناخذ كل وحده كنحاول انني نسوسها من النشا اللي كيكون فيها، وكنطويها وكنحطها في بلاطو حدايا. ملي كنحطهم في البلاطو حدايا كنلوح عليهم واحد الزيت، ما كنخليهمش هكاك معريين باش ما يبسوش وما تنشفش لينا العجينه. يعني كل ورقه كنهزها كنطويها بوحدها وكنحطها في بلاطو حدايا، وكنلوح عليهم في الاخر غادي نلوح عليهم واحد الزيت كما قلت لكم باش ما تنشفش لينا العجينه. من بعد ما كملت المجموعه الاولى غادي ندير نفس الطريقه مع المجموعه الثانيه. كما شفتوا معايا غنبدا نضغط بيدي ونسرح للجناب وغادي نكمل التسراح بالدلاك. علاش ما جمعت العجينه كلها يعني ما درت مجموعه واحده؟ لان ملي غادي يكونوا الورقات كتار غادي يجونا صعاب الا بدينا كنسرحوهم، ويقدر الورقات اللي غيكونوا في الوسط يتقطعوا لينا. هادشي علاش من الافضل انكم تقسموها المجموعات وخدموا كل مجموعه بوحدها. هنايا كناخذ كاسرونه اللي كنوضع فيها 150 غرام ديال الزبده، كندير معاها 50 غرام ديال الزيت، غنخليهم على النار. نخليها الزبده ديالنا طيب مزيان حتى تحرق السائل اللي فيها.
من بعد ما ذوبنا الزبده غنخلوها جانبا تبرد شويه، عاد من بعد غادي نصفيوها. هنايا كناخذ العقده ديال الكاوكاو اللي وجدت معكم، غتقسموها حتى هي القطع. كل قطعه غتشكلوها على شكل حربول. بالنسبه لهاد الحربول او هاد الحرابل كناخذ القياس ديالهم على حسب الطاوه اللي غنخدموا فيها الحلوه ديالنا او المعسله ديالنا. كناخذ الزبده اللي ذوبت كنصفيها، ها نتوما كما كيبان لكم التحت ديالها كيكون فيها داك الحليب او داك السائل. كناخذوا الطاوه كندهنوها بهذاك الخليط ديال الزبده والزيت، كنديروا كميه اللي كتكون كثيره منه. كندهنوا الطاوه ديالنا مزيان في الوسط وفي الجناب، وكنبداو نخدموا العجينه ديالنا. كناخذوا العجينه او ورقه ديال الفيلو اللي كنطويها على جوج، كنحط فيها هذاك الحربول ديال الكاوكاو او العقده ديال الكاوكاو من الوسط، وكنبدا ندور بهذه الطريقه هذه. انا غنوريكم المراحل من الاول حتى الاخر، غير هنا مشى ديال المقطع الاول. يعني شوفوا كيفاش كدوروا العجينه، كتكون واحد اليد غاديه للقدام والثانيه كترجع لعندكم باش كتشكلوا، باش كديروا هذا الشكل هذا اللي في الفيديو. غادي نعاود معكم وحده هنا. كناخذ ورقه ديال الفيلو اللي كنقسمها كنطويها على جوج عفوا. كتحاولوا تقادوا العجينه ديالها. كنبدا نجمعها هكايا على العقده وانا كندور حتى كنوصل للاخر. الا ما بغيتوش العجينه ديالكم تبقى تحل لكم في هذا الاخر، ممكن تلصقوها بشويه د الماء كما غندير معكم في المراحل اللي جايين. يعني كتلصقوا هذيك الحافه بشويه د الماء وكتبداو تدوروا العجينه ديالكم بهذه الطريقه. يعني يد كتكون غاديه عندكم ويد كتكون غاديه للقدام باش كتعطيكم داك الشكل. انا كما شفتوا معايا كندهن بشويه د الماء، كندهنوا غير دوك الحواف. عاد من بعد كنكمل يعني كنكمل الدوره. كنخلو العجينه شويه حتى كتشد، يعني حتى كتلصق. عاد كنبدا ندور في هذاك الحربول بهذا الشكل هذا. كتستفوهم في الطاوه اللي كتكونوا دهنينها قبل بالخليط ديال الزيت والزبده، وكتكملوا حتى كتكملوا العقده كلها اللي عندكم. اما بالنسبه للعجينه راه كيبقى لكم النص ديالها تقريبا، يعني هذاك النص ديالها ممكن نحتفظوا به في الثلاجه. ديروه في شي بلاستيكه باش ما يخسرش لكم، باش ما تنشفش لكم، وخليوه حتى تعمروا به شي حاجه مالحه او حاجه حلوه اللي بغيتو. هنا بالنسبه للعقده كفاتني النص الطاوه، يعني ما كملتش ليا الطاوه كلها، هي صراحه راه فايت النص ديال الطاوه. وبالنسبه لهاد الحلوه راه كتزاد في الطياب، يعني اللي عندكم كاع هاد اللي كيكونوا مورقين كلهم كيتنفخوا كيتزادوا في الطياب. يعني الطاوه ما تعمروهاش كامل، ديما خليو ليهم فين يتزادوا. هنايا من بعد ما كملت التشكيل ديالهم غادي ندهنهم بالخليط ديال الزيت والزبده اللي وجدت معكم. كندير الكميه كلها ديال الخليط ديال الزيت والزبده، غادي نخليهم شويه يبردوا. عاد من بعد غادي نقطعهم. من بعد ما كندهنها مزيان بالخليط ديال الزبده والزيت كندخلها للثلاجه، كنخليها حتى كيجمد فيها هذا الخليط ديال الزبده والزيت. عاد من بعد كنقطعها وكندخلها للفران طيب. انا في هذه الاثناء اللي غنخليها في الثلاجه غادي نوجد معكم الشراب او القطر اللي غادي نسقيو به المعسله ديالنا. غادي نحتاجو 2 كؤوس كبار ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، وغادي نحتاجو الكاس كبير ديال الماء. كنزيد معاهم عصير نصف ليمونه او نص حامضه، وكنديروا الكاسرونه ديالنا على النار عافيه اللي كتكون متوسطه. غادي يبدا الخليط ديالكم يبدا يغلي. بمجرد ما كيبدا الخليط يغلي بهذا الشكل هذا غتحسبوا 10 دقائق. هو ملي كيبدا يدير هاد الفقاعات الكبار صافي عرفوا بان العسل ديالكم واجد. هو في الاول غير كيبدا يغلي غتحسبوا 10 دقائق، من بعد غادي تطفيو عليه. العسل ما خصوش يتبدل اللون ديالو. هنايا غادي نخرج الطاوه ديالي من الثلاجه من بعد ما كتبرد، وكنبدا نقطع هكا القطع اللي كيكونوا صغيورين. بالنسبه للحجم ديال القطع نتوما كتحكموا فيهم كبار ولا صغار، يعني قطعوا على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. قبل ما كندخلوا الطاوه للفران كنكونوا مسخنينها مزيان على 200 درجه. مجرد ما كندخل الطاوه كنقص العافيه ل 180. يعني هنا كيكون الفران من قبل مسخن على 200 درجه، كتدخلوا الطاوه ديالكم كتنقصوا العافيه ل 180 درجه. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما تحمروا، كيجي اللون ديالهم ذهب وزوين. خليهم حتى يتحمروا مزيان باش ما تبقاش لكم الورقه معجنه في الداخل. يعني حاولوا انكم في الفران تفرقوهم شويه وتخلوهم تدخل معهم العافيه ويتحمروا مزيان. هنا كما شفتوا معايا مباشره من بعد ما كيطيبوا كنسقيهم بالسيرو.
يعني ما كنخليوش الحلوه ديالنا حتى كتبرد وهي باقا سخونه، كنسقيوها بالسيرو باش كتشرب لينا هذاك السيرو مزيان. بالنسبه للسيرو كيكون دافي، ما كيكون سخون بزاف، يعني كيكون غادي للبروده، كيكون دافي. كنسقيو الحلوه من بعد ما كتجلس واحد ساعه تقريبا في هذا السيرو، كنحيدوا هذاك الفائض اللي كيبقى كنقطروه من الطاوه، عاد من بعد كنقدموا الحلوه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهذه المعسله، من بعد ما كنديرهم في قواعطات صغيورين، كما كتعرفوا ديما الحاجه اللي كتكون معسله كندير لها قواعطات من التحت. من بعد ما كنديرهم في قواعطات صغيورين كنستفهم يعني بشي بواطه اللي كتكون محكمه الغلق، وممكن ديروا غير بلاستيكات كتديروا الكميه. يعني حاولوا انكم تقسموا الكميه، ما تجمعوهاش كلها في بواطه وحده او في بلاستيكه وحده. من بعد كتدخلوهم المجمد، هي اكثر بلاصه كتخلي المعسلات ديالنا مقرمشين وكيبقاو عندنا مده طويله. وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. الى عجبتكم ما تنساوش ديال لايك الفيديو، خليوا لي تعليقاتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.